حرصاً من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على الحفاظ على حقوق وواجبات المصريين بالخارج. حملة توعوية للعمالة المصرية بالمملكة. المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها يعرضها للعقوبات التالية: غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، الحرمان من الاستخدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، السجن للمدير المسؤول أيضاً لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافداً. الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية: غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، السجن مدة تصل إلى 6 أشهر. الترحيل. مكافحة الإتجار بالأشخاص. عرف المنظم السعودي جريمة الإتجار بالأشخاص بأنها استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. المؤشرات العامة للإتجار بالبشر: يجبرون على العمل في ظل شروط معينة، يتلقون أجراً زهيداً، يتعرضون لاستخدام العنف أو التهديد، لا تكون في حوزتهم جوازات سفرهم، لا يعرفون مكان عنوان سكنهم، تكون لديهم وثائق هوية أو وثائق سفر مزورة، لا يستطيعون التفاوض على شروط العمل. عقوبة جريمة الإتجار بالأشخاص. تولي المملكة اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، والعقوبة هي السجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بهما معاً.